ملكان يقولوا ايه؟ غفر الله لك. ويقول الله وتقول الملائكة آمين. ربنا بيأمن على. ما هو الشيء الذي يمنع إجابة الدعاء؟ وما هو الشيء الذي عليك فعله حتى يستجيب الله دعائك؟ اسمع هذا الحديث الذي رواه عمر بن الخطاب رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الدعاء موقوف بين السماء والأرض، لا يصعد منه شيء حتى تصلي على نبيك صلى الله عليه وسلم. فالدعاء معلق بين السماء والأرض حتى تصلي على رسول الله. وأكمل المراتب في الدعاء هي الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم في فاتحة الدعاء ووسطه وخاتمته، وإنها للدعاء كالجناح يصعد به إلى عنان السماء. وعن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: يظل الدعاء والقدر يتصارعان بين السماء والأرض حتى يغلب أحدهما الآخر، ولكن من أراد أن يسأل الله حاجته فليبدأ بالصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم وليسأل حاجته، وليختم بالصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، فإن الصلاة على النبي مقبولة، والله تعالى أكرم أن يرد ما بينهما. ويقول الله وتقول الملائكة آمين. ربنا بيأمن على.